ده الذئب المكار، وده أسد، بس أسد بصرم شوية زي سكار كده، ودي يا عيني سلحفة صغيرة في حالها. وهحكي لكم القصة بطريقة محتوايا عشان عمالين يلفوا ويقفلوا الأكونتات. كان في ذئب اسمه رعد، واحد من أغبى الذئاب في الغابة، بيحب يبلطج ويخوف الحيوانات الصغيرة وياخد أكلهم، ويقول لك أنا الرعب الرمادي. وفي يوم وهو بيتمشى يدور على ضحية رازي فيها، لمح سلحفة ماشية بشويش شايلة بيتها على ظهرها ومش حاسة بحد. قال يا سلام، دي وجبة بتمشي لوحدها، ده لو سندوتش كان هيمشي أسرع. نط عليها حاول يعضها بس ما عرفش وما قدرش عليها، لحد ما ضربته بصدفتها على مناخيره وخبطته خبطه خلت ودنه حمراء. وانا هنا مش قصدي على ودنه. الذئب جري يصرخ وعينه بتدمع من الوجع، وراح يشتكي لمين؟ للاسد. الاسد زعيم الغابه بهلول، همجي قديم وما يعرفش يعني ايه عقل. قال له انا اتضربت يا بهلول، سلحفه يا بهلول، خدت علقه من علبه سردين بتمشي على رجليها. الاسد انفعل وقال له احنا هنسيب الهبه تروح؟ تعال ارجع لك كرامتك ياه. لما تكون همجي وغبي مش هتعرف تفرق بين الضعف والقوة الحقيقية. الذئب الغبي والأسد اللي بصرم ده ما يعرفوش إن الغابة كلها ممكن تهيج عليهم وتبقى بداية حرب عالمية ثالثة. قولوا لي رأيكم في الكومنتس على الموضوع ده. أشوفكم الفيديو الجاي.